يلاقي المنتخب الوطني الجزائري نظيره الغيني في ثامن مباريات تصفيات كأس العالم 2026، لكن دعونا نتعرف عن تاريخ مواجهات المنتخبين. تواجه المنتخبان الجزائري والغيني في 11 مباراة رسمية وودية، حيث جمعهما أول لقاء سنة 1972. ومن خلال المواجهات ال11 السابقة تميل الكفة للمنتخب الغيني برصيد 6 انتصارات مقابل 3 للخضر، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. وبالأرقام هذا هو تاريخ نتائج المواجهات بين المنتخبين: الجزائر هدف لصفر بتصفيات كأس العالم سنة 1972، وفوز آخر لغينيا بخماسية مقابل هدف بذات التصفيات. غينيا هدفين لصفر بالألعاب الإفريقية سنة 95، وهدف لصفر لغينيا مرة أخرى بكأس إفريقيا 98. صفر مقابل صفر بين المنتخبين بتصفية كأس إفريقيا 2008، وفوز لغينيا بذات التصفيات بهدفين لصفر. ثم تعادل آخر سنة 2013 في مباراة ودية، ثم فوز للجزائر بهدفين لهدف بمباراة ودية أخرى سنة 2017. وبربع نهائي كأس إفريقيا 2019 فازت الجزائر بثلاثية نظيفة على غينيا، قبل أن تفوز الجزائر مرة أخرى بمباراة ودية بهدف لصفر سنة 2022. ولكن بتصفيات كأس العالم 2026 وعلى أرضية ملعب نيلسون مانديلا فازت غينيا بهدفين لهدف في انتظار مباراة يوم الاثنين التي ستجرى بالمغرب بذات التصفيات، وذلك بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.